الله، ونبدأ على بركة الله. إن شاء الله نبدأ. ارفع ايدك باتمان، اخذ نور، رفع ايد إن شاء الله. بس باتمان رفع ايده، اخذ نور. تسمعين اخت نور؟ رفعت ايده ان شاء الله. اول مداخله الاخت نور لها 4 دقائق ان شاء الله على بركه الله. نبدا المناظره الشيقه بين الاخت نور الولايه ممثله غرفه نور الولايه من الطرف الشيعي، وباتمان الاخ الضيف ممثل غرفه منهاج السنه من الطرف السني. الموضوع وهو ما هو دور عمر في الاسلام. لكم المايك اختنا نور، نبدا على بركه الله. لكم المايك. اللهم صل على محمد وآل محمد، وارحمنا بمحمد وآل محمد بحق محمد وآل محمد. بسم الله نبدأ. حي الله الأخ بطمان 15. نتمنى إن شاء الله أن نخرج من هذه المناظرة بشيء يفيدنا، يهدينا ويفيد الناس ويهديهم إلى ما فيه صالحهم وصالحنا بإذن الله. أولا سؤالي إن شاء الله، بما أننا نتكلم عن شخصية لطالما أهل السنة أو الوهابية امتدحوها كثيرا حتى وصل بهم الأمر إلى الغلو في هذه الشخصية. أولا لطالما سمعنا الروافض، بما أننا سنتكلم عن عمر بن الخطاب، فأولا سوف نتكلم عن اسمه. لعل دائما الروافض يقولون بأنه عمر ابن حنتمة أو عمر ابن صهاك، فما صحة هذا في كتبكم؟ وما هو نسب عمر بن الخطاب؟ فيا ريت أول مداخلة عندكم تذكرون اسم أبو عمر بن الخطاب واسم أمه حتى يتسنى لنا أن نعرف هل الروافض اشتبهوا هذه الشبهة كذبا أم لا. بعد أن نتعرف على شخصية هذا الرجل العظيم عند أهل السنة، أريد أيضا أن تتطرقوا إلى متى أسلم عمر بن الخطاب، وهذه خطوة جدا مهمة أن نعرف هل كان عمر من المسلمين الأوائل أم هذه كذبة مختلقة من أهل السنة. إذن قبل أن ندخل في دور عمر بن الخطاب نريد أن تعرف لنا من هو عمر بن الخطاب، من يكون أبوه ومن تكون أمه. ثانيا متى أسلم عمر بن الخطاب. تفضلوا ولكم الباقي من وقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما موضوع عمر بن الخطاب فاسمه أبو حفص عمر بن الخطاب العدوي القرشي الملقب بالفاروق. هو ثاني الخلفاء الراشدين ومن كبار أصحاب رسول محمد صلى الله عليه وآله، وأحد أشهر الأشخاص والقادة في التاريخ الإسلامي، وهو مؤسس التقويم الهجري. وفي عهده بلغ الإسلام بلغا عظيما، وتوسعت نطاق الدولة الإسلامية حتى شكل كامل العراق ومصر وليبيا والشام والفارس وخراسان وشرق الأرض. أما بالنسبة هل يوجد صوت الآن؟ نعم. رأس الفرس الذي فاق المسلمين قوة، فتمكن من فتح كامل إمبراطوريتهم خلال أقل من 2 سنين، كما تجلت قدرته وحنكته السياسية والإدارية عبر حفاظه على تماسك ووحدة الدولة، كما هجمها بتمادي يوما بعد يوم، وزاد عدد سكانها وتنوع عراقها. أما بالنسبة
الو ايش قلنا لك يا باتمان؟ مش قلنا لك، مو قلنا لك ادخل من اللابتوب، مو قلنا لك ادخل من اللابتوب، صوتك يقطع وما فهمنا اي شيء. هذا الشيء راجع لك، انتهى وقتك اختنا نور، لم نسمع شيء. اكمل، ما عنده صوت، ايش نعمل له؟ داخل بصوت مستعار، اعوذ استغفر الله، وصوته يقطع 5 كلمات تسمعه وصوته يقطع. حي والله، ايش نعمل له؟ خلاص اختنا نور، اخذي مداخلتك. اختنا نور، تسمعين ايدك، ترفعين ايدك، ايش نعمل له؟ يلا لكم المايك اختنا نور. عاد قلنا له من امس، بلغنا له صوتك يقطع، صوتك غير مفهوم، عندك تقطيع، ادخل من اللابتوب، ما اعرف ايش، دخل الموبايل صوته يقطع، صوت مستعار. استغفر الله، ماكو قفز يعني، ما عندك صوت، اي قفز، اي قفز باتمان، اي قفز، اي قفز، وغير اكو قفز، وغير عندك صوت حتى نقفز، هو صوت ما عندك، هو صوت ما عندك، اي قفز. استغفر الله يا رب، استغفر الله. لكم المايك اختنا نور، مع طلب الصلاه على محمد وعلى بيت محمد. اعطيها 4 دقائق وسام. اللهم صل على محمد وآل محمد. لعل موقفه سيكون ضعيفا إذا طالما صوته غير مسموع. سألته السؤال: ما حقيقة ما يقال بأن عمر هو ابن صهاكة وابن حنتمة كما يدعي الروافض؟ الأخ لم يجب، ولعل هذا القول صحيح بأن نسب عمر بن الخطاب هو كما ذكر في محمد بن السالب الكلبي الصلابة في معرفة الصحابة، الجزء الثالث رقم الصفحة 212. كان نفيل كلب بن لؤي بن غالب القرشي فمات عنه، ثم وليه عبد المطلب، وكانت سهاك ترعى غنمه، وكان يفرق بينهما في المرعى، فاتفق يوما اجتماعهما في مراح واحد فهواها وعشقها نفيل، وكان قد ألبسها عبد المطلب سروالا من الأديم وجعل عليه قفلا وجعل مفتاحه معه لمنزلتها منه، فلما راودها قالت: ما لي إلى ما تقول سبيل، وقال: ألبست هذا الأديم ووضع عليه قفل، فقال: أنا أحتال عليه، فأخذ سمنا من مخيض الغنم ودهن به الأديم وما حوله من بدنها حتى استله إلى فخذيها العفو منكم، وواقعها فحملت منه بالخطاب، فلما ولدته ألقته على بعض المزابل بالليل خيفة من عبد المطلب، فالتقطت الخطاب امرأة يهودية جنازة وربته، فلما كبر كان يقطع الحطب فسمي الحطاب لذلك بالحاء، فصحف بالمعجمة. وكانت صهاك ترتاد إلى الخفية، قرأها ذات يوم وقد تطأطأت كذا وكذا، ولم يدر من هي فوقع عليها فحملت منه بحنتمة، فلما وضعتها ألقتها على المزابل مكة خارجها، فالتقطها هشام بن المغيرة بن وليد ورباها فنسبت إليه، فلما كبرت وكان الخطاب يتردد على هشام فرأى حنتمة فأعجبته فخطبها إلى هشام فزوجه إياه فولدت عمر، وكان الخطاب والد عمر لأنه أولد حنتمة إياه حيث تزوجها وحده، لأنه سافح سهاك قبل فأولدها حنتمة، والخطاب من أم واحدة وهي سهاك. وهذا هو نسب عمر بن الخطاب الخليفة المعظم المبجل عند أهل السنة. إذا نفيل هو جد عمر، زنى بسهاك جدة عمر فأنجبت الخطاب أبو عمر، الخطاب أبو عمر زنى بسهاك أمه وجدة عمر فأنجبت حنتمة أم عمر، الخطاب أبو عمر تزوج بحنتمة ابنته فأنجبت عمر. عائلة مشرفة من كثرة السفاح. وهذا لعله لا يخالف فتاوى أبا حنيفة بأنه يجوز للرجل أن ينكح ابنته من الزنا أو أخته أو أمه إلى غير ذلك. هذا نسب عمر بن الخطاب. سألته متى أسلم عمر بن الخطاب، لم يجب. قبل أن نتكلم عن إسلام عمر، لعل الوقت يداهمني، قبل أن نتكلم عنه، فهو قال عن عمر بن الخطاب الفاروق، وهذا ما يخالف كتبه بأن رسول الله لم يسمه الفاروق. إذا لماذا تلقبون عمر بن الخطاب بألقاب لم يلقبها إياه رسول الله؟ يقول الحافظ محمد بن سعد في كتاب الطبقات الكبرى الجزء التاسع صفحة 270: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن صالح بن كيسان قال ابن شهاب: بلغنا أن أهل الكتاب كانوا أول من قال لعمر الفاروق، وكان المسلمون يؤثرون ذلك من قولهم: ولم يبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله ذكر من ذلك شيئا، ولم يبلغنا أن ابن عمر قال ذلك إلا لعمر. كان فيما يذكر في مناقب عمر الصالحة ويثني عليه. وسند ابن سعيد صحيح على شرط الشيخين. وعن ابن شبة في تاريخ المدينة جزء 1 صفحة 350 يقول: وأرسل
أرسله من طريقه أيضا الطبري في تاريخ الجزء الثالث صفحة 267، وأرسله الحافظ ابن الأثير مسلما بعبارة. وقال ابن شهاب: بلغنا أن أهل الكتاب كانوا أول من قال لعمر الفاروق، ولدي أكثر من هكذا مصادر صحيحة. إذا لا تتقول على رسول الله وتقول عمر الفاروق، بل ناديه باسمه الحقيقي عمر بن صهاك أو عمر الحطاب أو ابن الحطاب، هذا اسمه الحقيقي. ولا تقل عمر الفاروق طالما لا تمتلك دليلا من رسول الله أنه لقبه بالفاروق. أرجع أسألك الشق الثاني من سؤالي الذي كان في المداخلة الأولى: متى أسلم عمر بن الخطاب؟ متى أسلم عمر بن الخطاب؟ تفضلوا، الباقي من وقتي له، تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أختي، لا أرى هذا المنطق منسجما مع قيم الإسلام، فما أهمية أن تكون أمه من هنا أو هناك حتى نبحث في هذا الأمور بقدر ما الأهمية في العلم والكفاءة والتقوى. والملاحظ على كثير من العلماء المسلمين وخطبائهم أنهم ما يزالوا يعيشون العقلية القبلية والعشائرية في التفاخر مع أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الفخر بالأنساب تحت قدميه. هناك قد وردنا خبر مصحح من كثير عن محمد بن حمران عن أبيه عن أبي جعفر أنه قال: 3 من عمل الجاهلية: الفخر بالأنساب، والطعن في الأحزاب، والاستسقاء بالأنواع. معايين الأخبار صفحة 326. أما بالنسبة لموضوع أختي الفاضلة، لا يدعو بالشك أبدا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: غير المعروفة أن رسول الله نظر إلى جمير ذات يوم برحمة منه لمن ورغه عليه، فقال: ثانيا، باتمان شو الشغله بالله هذا؟ شو الشغله بالله دي؟ باتمان تسمع؟ باتمان تسمع؟ باتمان ما عندك صوت. مصطفى ما لك شغل بالداخلي. يمي مصطفى، ما لك شغله بالداخلين. يمي لا ينقط اي شخص. يمي التنقيط. يمي مصطفى ما عندك صوت. هسه يقول لي ليش القفز؟ وينك تسمعني باتمان؟ تفضل، اختار لك يوم اخر للمناظره. اسمك صوتك غير مفهوم اطلاقا. هو ما عندك صوت تكمل. هو صوتك مستخدم صوت مستعار، صوتك تقطيع، صوت ما مفهوم. هو تكمل؟ هو غير عندك صوت، غير عندك صوت حتى الناس تفهمك. شلون بالله ظالين ما عندك صوت؟ العالم ظل 4 دقائق وواقفه وما عندك اي صوت. هاي شلون الشغله بالله؟ وين جمال علي؟ وين جمال علي؟